متابعيني الغاليين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نشوف الجمال ده انا عملته ازاي. بطاطس بصوا جميله قوي، هتعجبكم قوي قوي قوي، هتعجب الولاد جدا. تعالوا نشوف عملناها ازاي. وعملت اختراع كده، هو مش اختراع بالظبط يعني، هي افتكاسه كده، افتكستها وانا بعمل يعني. تعالوا اقول لكم لو عندكم 3 برجرات بس هتعملوا بيهم ايه. يلا بينا معايا بقى. هنا زي ما انتم شايفين ميه مغليه وحطيت فيها ملح. هنسلق المكرونه بتاعتنا بالطريقه العاديه خالص، مكرونه سباكيتي بقى، اي نوع مكرونه انتوا عندكم استخدموها. تمام كده. انا ما بحبش اكسرها بصراحه، بحب اسيبها زي ما هي. طبعا لو انتوا بتحبوا تكسروها دي حاجه ترجع لكم، كسروها مفيش اي مشاكل بقى. ممكن تكسروها 2 وممكن تكسروها 3 على حسب ما انتوا حابين. اول ما بتبدا تستوى كده معايا او تدبل معايا في الميه، بقوم منزلها في الميه كلها كده لحد ما تستوى معايا. ما بحبش اخلي المكرونه تستوى 100% في الميه، عشان انا لسه هحطها في صلصه، فلسه هتشرب من الصلصه بتاعتها يعني، فاهمني؟ فبحب اسيب فيها عضه كده. ومعايا بقى الصلصه دي متفرزه، كانت متسبكه جاهزه، بس غليتها بس كده على النار وكانت جاهزه معايا، وزودت لها بس معلقتين صلصه جاهزه. تمام كده. وطبعا ظبطت بهاراتي، الملح والفلفل والشطه، وبحب احط كمان ريحان على الصلصه بتديها طعم حلو قوي. وطبعا وزعتر لو موجود، لو مش عايزين زعتر بلاش. ومعايا بقى 3 برجرات يوتما لقيتهم في الفريزر، قلت لهم تعالوا يا حلوين هتفضلوا قاعدين كده ملكوش حد ولا ليكوا اهل. حمرتهم بالطريقه العاديه، ممكن تحطهم في القلايه، عملتها معاكم في القلايه الهوائيه، ارجعوا شوفوها وتجاربوا القلايه كلها. هنا غليت الصلصه معايا وقصيت بقى البرجر ال3 اللي معايا بعد ما حمرتهم، قصتهم كده زي قطع مش كبيره قوي يعني، قطع صغيره ولا كبيره ولا صغيره قوي. تمام كده. وحطيتهم بقى على الصلصه، وحطيت المكرونه بتاعتي بعد ما استوت. بصوا اسهل من ان انتوا تقعدوا تاكلوا مكرونه لوحدها وبرجر لوحدها، فكله مع بعض وكله في شوكه واحده واديله. يلا بينا. زي ما انتوا شايفين كده قلبتهم بقى مع بعض وطفيت، وهي كده جاهزه معايا. تعالوا بقى نعمل البطاطس. تحفه، جربوها هتعجبكم جدا 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 بجد. من البطاطس الجميله ان انا عملتها. هنجربها في الفرن وهنجربها في القلايه وهنشوف ايه الاسرع، وهقول لكم ايه الاحلى كمان. جبت بقى اي بطاطس بقى عندكم باي حجم باي كميه، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. قطعتها كده زي ما انتم شايفين صوابع، بس صوابع تخينه شويه، مش عايزاها رفيعه عشان لسه هحطها تتسلق شويه، فمش عايزاها تتهرى معايا. تمام كده. قطعوها بقى زي ما انتم شايفين كده بالظبط. ما تنسوش بقى اللايك الجميل اللي زيكم، كومنتاتكم الحلوه، ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد، وربنا يحسن ما بين ايدينا اللهم امين. تعالوا بقى على النار. معانا حله فيها ميه، اول ما غلت معايا هحط فيها ملح. تمام كده. حطيت بس معلقه صغيره يعني، عشان انا معلقتي صغيره قوي فحطيت معلقه، يعني ما كانتش مكمله المعلقه بصراحه. حطوا حبه ملح. تمام كده. وحطيت بقى البطاطس بتاعتي وهسيبها 3 دقايق بالظبط. لو البطاطس بتاعتكم اتخن من اللي انا عملتها ديت، سيبوها 4 دقايق 5 دقايق بالكتير قوي قوي قوي، ما تكتروش عن كده عشان ما تتهراش معاكم وتبقى ماسكه نفسها. بعد ال3 دقايق بدات طلعتها زي ما انتم شايفين، صفيتها من الميه كده. تمام. ايوه، جربوا البطاطس بالطريقه دي، ولو جربتوها قبل كده قولوا لي رايكم ايه. وبصوا تحفه بجد، تحفه من البطاطس الجميله اللي انا بصراحه اعتمدتها وهعملها تاني ان شاء الله. جبت بقى على مناديل او فوطه نظيفه بتاعه مطبخ، نشفوها بس من الميه بتاعتها، ده اهم حاجه يعني، نشفوها كويس قوي. وانا سبتها تهدى عشان اعرف امسكها. انا لو كنت مسكتها وهي سخنه كانت بصراحه تتكسر معايا، فانا نشفتها زي ما انتم شايفين وسبتها دقيقة دقيقتين كده على الرخامة زي ما انتم شايفين كده، لحد بس ما تهدى معايا اقدر امسكها عشان كمان ما تتكسرش معايا. جبت بقى هنا بولة او طبق، اي طبق عندكم، وفضيت كده فيه البطاطس بتاعتي. هنعملها بطريقه حلوه وسهله. وبصوا الولاد هيحبوها قوي، او بيحبوها عامه. لو اكلتوها بره قبل كده قولولي، بجد تحفه. حطيت بقى الملح، بس خلي بالكم عشان احنا كنا حاطين ملح في الميه، فما تزودوش ملح. ممكن تحطوا زيت زيتون، انا حطيت زيت نباتي عادي، زيت بتاعنا عادي خالص، بس زيت نظيف شويه.
تمام. قلبتها تقلبتين، وهبدأ احط كمان معلقة او نص معلقة توم مهروس، وهحط زعتر. الزعتر وديها في حتة تانية خالص. بصوا نقلها ما بقتش بطاطس عادية كده. ومعايا بقى بابريكا، انا حطيت مدخنة. لو عندكم بابريكا عادية براحتكم، لو عايزين تحطوا شطة، لو انتوا عايزينها سبايسي برضو دي حاجة ترجع لكم. قلبتها تقلبتين كده بحيث ان هي كله يمسك في بعضه. تمام كده. عندي بقى دي موتزاريلا، ممكن تحطوا شيدر، ممكن ما تحطوش جبنه خالص براحتكم. ممكن تحطوا كمان بقدونس، تقطعوا بقدونس كده وتحطوها فيها برضو هتبقى حلوه، بس انا بصراحه ما كانش عندي. بس هي كده جميله قوي، هي مش محتاجه يعني اي حاجه تانية. وكمان ممكن استغنى عن الموتزاريلا او الجبنه عامه. وكمان حطيت دي معلقتين نشا ذره اللي هو بتاعنا، عشان تديها قرمشه، تبقى طريه من جوه ومقرمشه من بره. ومعايا بقسماط ناعم، حطيت كده 3 معالق زي ما انتوا شايفين، وقلبتها تقلبتين. بصوا سهله ومش هتاخد منكم وقت. انتوا اصلا ممكن تعملوها كعشاء، يعني قاعدين كده مش لاقيين حاجه تعملوها، فعايزين نتخن يا جماعه نعمل ايه؟ نعمل بطاطس. انا بعشق البطاطس المحمره اصلا. فجبت بقى هنا صينيه، وطبعا لو الصينيه بتاعتك بتلزق حطي عليها ورق زبده، وهرصتها كده في الصينيه، وهدخلها الفرن على اعلى درجه حراره. هي المفروض تقعد معايا 30 دقيقه. تمام كده. هجيب بقى، اخدت حبه حطيتهم في القلايه، وحبه حطيتهم في الفرن، وحبه هنجربهم مع بعض في القلايه. تمام كده. زي ما انتوا شايفين انا مش مسخنه القلايه ولا اي حاجه، انا اشتغلت على طول. وطبعا هي عليها زيتها، الزيت بتاعها وكل حاجه. فانا هشغل هرصها في القلايه وهشغلها على طول. هتلاقوا بقى كل تجارب القلايه عملنا فيها حاجات كتيره بقى، كل اختراعات، وان شاء الله لسه في حاجات تانية نعملها مع بعض. هتلاقوا في قائمه بكل تجارب القلايه، صينيه البطاطس والبرجر والفراخ، كل حاجه تخطر على بالكم. الحمد لله عملتها في القلايه، والحمد لله جايبه مشاهدات كويسه. فاي حاجه انتوا عايزين تجربوها برده في القلايه لسه ما جربناهاش مع بعض قولوا لي، وان شاء الله نجربها مع بعض. زي ما انتوا شايفين اخترت برنامج البطاطس، اداني درجه حراره 180، اخدت 20 دقيقه. اخترت الوقت يعني 20 دقيقة زي ما انتوا شايفين كده. بعد نص الوقت اللي هو 10 دقايق فتحت، لسه هنجرب، هسيبها كمان تكمل 10 دقايق بتوعها. كده كملت 20 دقيقة معايا. حسيت ان هي لا لسه محتاجة، فهديها 10 دقايق كمان. كانت كمان اللي في الفرن كانت لسه. تمام كده. هشوف بقى هنكمل، يعني حطيت لها 10 دقايق وكده كملت 30 دقيقة. هي كده تمام قوي على فكرة، بس انا هديها 10 دقايق كمان. بصوا يعني انا ببقى لسه عاملة حاجة جديدة، ببقى خايفة ان هي لسه محتاجة. بس هي ما شاء الله يعني ما كمل، يعني ال10 دقايق اللي هم الاخرى دول ما كملتهمش. فما شاء الله كانت تحفه قوي زي ما انتوا شفتوا. وكانت البطاطس اللي في الفرن اخدت وقت اكتر، فبصراحه لا انا هعملها في القلايه تاني، مش هعملها في الفرن. في القلايه عجبتني يعني. فزي ما طلعت كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. والمكرونه كانت تمام قوي معايا ما شاء الله. وهحط بقى كده الاكل في الاطباق، وبالف هنا على اللي اكل منها. وتعالوا اتفضلوا معانا قولوا لي اتغديتوا ايه النهارده، عشان كده نستفاد من بعض. وما تنسوش بقى اللايك الجميل اللي زيكم. وبصوا الجمال ما شاء الله طبعا. وحطينا بقى البرجر كده من فوق الوش طبعا عشان نحسس ان احنا عاملين شغل عالي. زي ما انتوا شايفين. الصوص بقى اللي معايا دوت ده كاتشب ومايونيز وباربيكيو مستردة على بعض. جربوه تحفة من الصوصات الجميلة اللي هتعجبكم. جربوا البطاطس بالصوص. عايزين بقى تاكلوها كده زي ما بقول لكم في عشاء في فطار اي حاجة زي ما انتوا حابين. وده كان فيديو النهاردة. قولوا لي بقى رأيكم ايه في الكومنتات، هستنى رأيكم. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وابقى خفيف عليكم وقدرت افيدكم لو بحاجة بسيطة. ما تنسوش تحطوا اللايك والكومنت الحلو اللي زيكم، وتشتركوا في القناة عشان ان شاء الله نبقى عائلة كبيرة بإذن الله. وبتشرف بأي متابعة جديد. شرفتوني ونورتوني في قناة المتواضعة، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.